ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. فيديو النهارده حبايبي كده تغيير جو في السطح. طبعا سامعين صوت الهواء، بس الشمس حلوه ودافيه. فطبعا هعمل معاكم النهارده الغدا بتاعنا على السطح جاهز ومن غير حاجه، بس عشان النظافه والريحه وكده فقلت اطلع اعمل معاكم فوق. بعد ما نخلص نظافه دول انا بجيب كميه زي كده. بس قبل ما ابدا معاكم في الفيديو كده، اتمنى اللي مش مشترك في القناه اول مره يشوف فيديو لينا يشترك، واللي مشترك جديد يفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش اللايك وما تنسوش التعليق. دقيقه يا دول، دي مش شغلانتك انت دي النهارده. بص يا حبايبي، النهارده انا قلت لكم قبل كده في الفيديوهات بس ما عملتهاش معاكم ان انا بجيب الفسيخ جاهز يعني معمول. عشان السمكه بتاعت الفسيخ نفسها مش متوفره عندي في البلد اللي انا فيها. لو متوفره هعملها في البيت احسن حاجه. بس للاسف السمكه نفسها مش متوفره عندي. آه، جايبه الفسيخ محايا معاكم قبل كده. انا قلت لكم اني اما اجيب كميه على بعضها وانضفها واحطها في علبه زي كده واشيلها، اخد منها من الثلاجه تبقى جاهزه وحاجه ومية مية من غير اي حاجه. طبعا انا هبدا معاكم كده. الشطه طبعا لازم، والزيت، ده الفسيخ بتاعنا، وما ننساش الليمون. دقيقه يا ماما، باع يا شيخه باع. بس انا هفرد كيس كده بس عشان ننضف عليه. هش ايه يعني؟ مش هنذبح هش، هنذبح ماما. بص يا حبايبي، العلبه دي بتاعت طحانيه فاضيه. اي علبه عندك نظيفه بتاع الثلاجه. انا كنت بحاجه فيها يعني بس وخلص وكده. هنطير هنطير. ما تخافش يا ماما، ما تخافش، ما تخافش يا جبان. بص يا حبايبي، ده مكان برضو الفسيخ انا كنت عاملاه فيه الزيت بتاعه بس اللي قاعد، فهحط عليه برضو نظيف. انا بحطها في الثلاجه واخد منها بالطلب. بصوا بس اغطيها كده بس عشان بصوا الخطوه دي مش هتخلي اي كميه انت تجيبيها. اوعي تخافي. اي كميه انت تجيبيها هتقعد معاك لحد اخر حته فيها، ولا هتغير لونها، ولا هيبقى فيها طبقه من فوق كده عامله قشره من فوق، ولا هتنشف، ولا ريحتها هتروح، ولا هتبهدل ولا هتبهدل ريحه التلاجة معاك. انا بحطها في علبه زي كده واخد منها بره يعني قطعه اتنين اللي انا عايزاها. بصوا انا جايبه كيلو الفسيخ. فاكرين يوم انا قلت لكم قبل كده ان السوق عندي يوم الاحد؟ فاكرين الحد اللي جبت فيه فسيخ ووريته لكم وقلت لكم كان الكيلو عامل 120؟ الاسبوع ده جايبينه ب 280 جنيه كيلو الفسيخ يا جماعه. الاسبوع ده ب 280. بس بصراحه يعني الله يبارك له الراجل اللي احنا بنجيب منه، الفسيخ بتاعه حلو خالص. بصوا شايفين الفسيخ قد ايه؟ بصوا يا حبايبي، بصوا يا حبايبي شكلهم. ده انا جايبه كيلو وانا عم اعمل كده على طول. بصوا يا حبايبي، فاكرين الكيلو اللي وريتكم يوم الاحد ساعه ما جبنا؟ انا كنت عاملاه زي كده وخلص وجبت تاني الاسبوع ده. بصوا هنضف كده. طبعا لما اعمل بالراحه بس، هي مش عايزه ابهدل الدنيا بيه عشان ما يطرش مننا وكده، واحنا على السطح اديكم شايفين الهواء. ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبي؟ روح العب مع روبن يلا. ايوه. عمالة نفكر يا جماعة النهارده نتغدى بيها. طبعا انا عيالي ادمان فسيخ، ادمان عنده. ولو في رنجة برضه ما يحبوها، بس برضه الرنجة مش متوفرة عندنا جوه عشان تبقوا عارفين يعني. ضانيني لو لقينا حل، يا اما كده يا اما اجيبها مجمدة عشان ما تبقى حلوة زي اللي طازة يعني وكده. بصوا سهلة خالص، خلع نفسها. بصوا ريحتها ما اقولكمش عاد حكاية. ايه يا ماما؟ اوعى يقع يربك. قلت ناكل اكلة فسيخ كده حلوة النهارده على السطح، واديكم شايفين حال الجو عندنا. بصراحة كسلت، كنت جاي اعمل محشي كرنب وفراخ وكده وكسلت. النور قطع وقعد ساعتين عبال ما يجي النور، ما يكون اليوم خلص، فكسلت بصراحة. بصوا لما اخش كده عشان السكينة اصلا عندي متلمة كده اسهل لي. بصوا شايفين؟ وبالسكينة هتخلع برضه هاتي، بس عشان السكينة مش لما تفضفض حواليها.
بصوا ماما. ايه يا ماما، اوعي يا حبيبي. لا يا ماما زيت الكب، استني استنى. ايوه يا ماما ريح. روبن روبن حوش اخوك. روح عند روبن يلا. انا ما رضيتش ان انا انضفها تحت يا جماعه عشان ريحه الشقه وكده، اما تخلي الدنيا كلها تقلب بصراحه، فحبيت انضفها فوق كده، وبرضه هنتغدى بها فوق معاكم برضه، بس هيبقى فيديو تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. هجهز بس شويه حبشتكنات معاهم، شويه بطاطس، شويه طماطم، شويه خيار، بصل، نشوف الاكل بس معاهم كده. هجهز معاكم واعمل ده فيديو وده فيديو عشان بس ما يطولش عليكم وبرضه ما حبتش. هم بصراحه العيال ما كانوش حابين يطلعوا فوق لان عايزين ياكلوا ويجروا لبره في فرع عندنا في الشارع، فحابين يطلعوا يتفرجوا كده يعني. بس انا قلت لهم لا، اكل الفسيخ لازم فوق السطح عشان الريحه، وخصوصا لما تكونوا لسه منظفه البيت، فيبقى مش هين عليكي تعمليه تحت. اقعد يا حبيبي. بصوا هو جايبينها يا جماعه اصلا بطنها نخل، شايفين نظيف. بصوا انا منظفها كده. بترك اسمها هي دي. بص صغير يعني. بصوا يا جماعه غلطة انا جبت مقص منه، رغم هو يعني مش مستاهله، شايفين هي خلع نفسها. بصوا بس يا ماما خد يقرا. ايه يا ماما، انت مش هينفع تاكل من ده يا اخي يا ماما. بصوا يا جماعه اللحمه بتاعتها جايبه ازاي، شايفين النظافه عادي. بصوا مرهم مرهم بصوا بصوا انا بقصها حتت صغيره عاد، انضفها زي كده. انا ما كنتش غلبانه ان انا اخليها، بس انا بخليها كده تحتفظ عشان ما تتهريش جوه. بصوا حته كده اهو. وهتقع. بصي هاتي 2 كيلو، هاتي 3 كيلو عشان يبقى زفره بالمره ونضافه بالمره. بصوا قطع، اوعى يا ماما اخوك يقع هنا، شايفين قطع صغيره كده. وبعد كده انا ما اتبلهم تاني. عايزه تخليها على بعضيها برضو وتنضفيها بنفس الطريقه عادي، بس هي كده احسن يعني. لو عندك طفل مثلا نفسه راحت للفسيخ وكده وعايز ياكل قطعه صغيره او قطعتين على حسب ما يكفوه وتديه ياكل، بدل ما تلوث الدنيا كلها وتطلعيها ويلوثوا فيها ويسيبوها. ايه يا ماما، هتقع يا ماما. طبعا يوم الفسيخ ده تكون مخلصه كل الورقه، تنضف الفسيخ وتنزل على الحمام على طول، ما تستنيش. اللي من عشاق الفسيخ يا جماعه والرنجه زي حالاتنا كده يقول لي. انا اي نعم انا مش باكلها معاكم كتير على القناه، بس احنا بنحبها يعني. بس انا عندي عيالي لازم ما ياكلوهاش زي ما هي كده، ياكلوها. اسخن معلقتين زيت، اسخنهم جامد واحطها فيهم لحد ما يعني انت كانك مسويها تاني اما اجليها لهم، وبعد كده احصر لهم عليها ليمون وشطه وكده وياكلوها. بيحبوها كده اكتر، ما ياكلوهاش كده خالص. لكن انا وابوهم عادي لو كانها كده كانت مقليه عادي. بس يا حبايبي. ايه يا ماما، ايه يا نونه. اوعى اخوك يقع يا ماما. اما اكره نظافتها
عشان تفضفض القشره اللي فيها دي، بس المكان كله حواليك زفر. واخد كده أمي لا كويس. بص عشان ما اطولش عليكم انا هطفهم كلهم وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي كده خلصت نظافه الكميه كلها وقطعتها، ودلوقتي هتبلها معاكم زي ما الطريقه اللي انا بعمل بيها. هتفضل معاكي يكشف تقعد سنه. اوعي يا ماما ما تقولش الكاميرا. زي ما قلت لكم يا حبايبي كده خلصت الكميه كلها وابتدي اتبلها معاكم زي ما بتبلها، يكش تقعد معاكي سنه، يكش تعمل 5 كيلو لحد اخر حته هتاخديها. هيفضل معاكي الفسيخ زي ما اول يوم كلتي فيه، بالعكس ده هيزيد حلايا كمان عشان لما يحبوا الشطه والليمون والزيت اكتر. بص انا مرص طبق جرب يا ماسي هنا كده. بصوا يا حبايبي هنا كده اما ارش زي كده. انا فيه الزياده اللي قلت لكم اللي انا عامله بيه الفسيخ اللي كان قبل ده اهو. شطه كده طبعا كميه الشطه اللي انت عايزاها يعني على حسب ما الخيار بتاعه. ماشي طبعا ما ننساش الليمون اهم حاجه. رشه زيت بين كل طبقه وطبقه عشان بس ما تنشفش معاكي وتفضل زي ما هي لحد ما تخلصيها. بس تتاكدي كده ان كله شارب زيت وشارب ليمون وشطه وكله. شايفين؟ جربي ماسك كده وريهم. شايفين؟ كل طبقه واختها هنحطها كده، والزيت ما تخافيش يعني انت تقدر تستعمليه تاني وتقدر تاخده منه في التتبيله لما تيجي تاكل. بص انا مرص طبقه كده اهو. والله يا جماعه عارفين حتى لو جايبه الفسيخ اللي هو مش يعني شديده شويه مش اللي هي المهريه، الطريقه ديت هتخليها تستوي معاكي صح وتبقى بص تبقى مرهم كده. والزيت ده اصلا يعني لما اجي اكل انا ممكن استعمله هو واخد منه اقلل الملوحه دي لما احطها اسخنها في حته زيت صغيره كده للعيال عشان مش بيحبوها نيه زي ما قلت لكم في اول الفيديو. فاما اخد منها يعني. بس انا متاكد كده بس ان كله شارب يعني. قطع صغيره عايزه تخليها وتعمليها بنفس الطريقه ماشي، بس انا كده عشان لو طولت معايا. لو عايزين تخلوها يا حبايبي خالص وهتعملوها بنفس الطريقه هتعملوها، بس الكلام ده لو مش هتطول معاكي يعني مش هتعملي كميه كبيره يعني عشان بس ما تتهريش قوي يعني. لكن كده انا مخليها بجلدها بس عشان هي لما تيجي تاكلي منها تبقى ماسكه نفسها يعني مش اللي هي تبقى نيه خالص ولا مهريه خالص انت مش عارفه تغمسي بيها. بس يا ماما كنت تعود. بصوا لما اجيب كده يعني يبقى ساعة زمن انا انضفهم واتبلهم زي كده ويبقوا جاهزين في اي وقت. يبقى مثلا مفيش اكل نفسي نهفان على الفسيخ كده اطلعهم جاهزين على طول واكل منهم. وطفل يعني لو مثلا عندك طفل وعايز ياكل تطلعي له قطعتين صغيرين زي كده احسن ما تطلع واحده زي كده يلوث فيها ويسيب. يعني كلنا عارفين طبعا احنا الحاجه المتفيده اكيد هترميها. مش هينفع الفسيخ بالذات والسمك والحاجات اللي ليها ريحه شاذه زي كده مش هينفع تاخدي منها من ورا الاطفال وتاكلي او ان انت تدخليها مكانها تاني. اوعي ماما اخوكي بالزيت. ايه يا بابا ده انا حقيقة كده برضو وهجيبها كلها معاكم دلوقتي بس يا ننزل بس نشوف باقي الاكل هنعمل ايه. بس قشر الليمون عاد مش هرميه هحطه معاهم في العلب. على فكره يا جماعه لما تعملوا الخطوه دي ريحه الفسيخ اللي احنا عارفينها اللي متعودين عليها اما تقل مع حياج الشطه والزيت والليمون والكلام ده كله اما تروح مش اما تفضل قاعده زي ما هي. بصوا شويه الزيت
بص يا حبايبي ايه، ده كان شكلهم، ودي الطريقه اللي انا بعملها على طول اي كميه فسيخ عندما اعملها بنفس الطريقه. بامانه اللي ما جربهاش ما تخافوش منها، جربوها. واحلى فسيخ تاكلين من لما، وخصوصا اخر حته دي لما تكون طولت، عارف التتبيله دي لما تبقى حلوه جو مهريه كده وناعمه زي المرهم. دي الكميه اللي كانت معانا، انا كده عامله كيلو. هنزل بس اكمل لكم الفيديو مع بعض. نشوف باقي الاكل بتاعنا ده غدانا النهارده. هجهز شويه بس حاجات معاهم عشان اللي مش حابب ياكل فسيخ ياكل بطاطس، اي حاجه من دي يعني، عشان الواد الصغير برضه. وبعد كده ارجع لكم تاني اكمل معاكم الفيديو. استنوني. بصوا كده يا جماعه، دي اخر حاجه اعملها بس عشان تبقى ساخنه. هحط قطعه. وهنا حبايبي كده كنت خلصت نظافة الفسيخ معاكم فوق، وزي ما قلت لكم هنزل نشوف بس نعمل شوية حاجات كده مع أكلة الفسيخ عشان نتغدى. وبرضو هصور لكم فيديو بعد ده على طول. في نفس الوقت برضو أنا هجهز معاكم في الفيديو ده الغدا. بس عشان ما اطولش عليكم هعمل الغدا بتاعنا فوق في فيديو لوحده. هنا كنت ما حبيتش برضه اطول عليكم اكتر من كده. خرطت الباذنجان كده وحيقته وخرطت البطاطس برضه وغسلتها، بس عشان ما اصور لكمش يعني والفيديو يطول اكتر من كده. هنا طبعا شايفين توخة كانوا بيشرب السجع. انا عمركم شفت حد يشرب سجع يشرب السجع قبل ما يتغدى؟ شايفين المنظر اللي هو فيه ده؟ داير في رجليه النار كله كده. ما تاخدوش لبالكم عاد بالمنظر اللي هو فيه ده. يعني انا ابتديت كده اجلي معاكم الباذنجان، وقلت عشان الوقت بس يعني ونلحق نتغدى قبل ما ماسي يروح الحصة. كان عنده حصة في الوقت داتي، كان فاضل عليها ساعة ونص. فقلت كده يعني اشغل الصينيتين مع بعض، صينية فيها البطاطس والصينية التانية اما اجلي فيها كده الباذنجان، وبرضه اكمل جلات فلفل بعديها. انا بحب يا جماعة الفلفل المقلي جو، خصوصا لما يكون ساخن مع الفسيخ بصراحة يعني. آه، وبرضه يعني كنت احط حاجة كده على البوتاجاز وارجع تاني اقشر بصل. طبعا انتوا عارفين الفسيخ لازم معاه بصل. انا كان عندي بصل اخضر وقشرت معاكم كده، وسخنت العيش على الميكرويف كله وانا شاي يعني واقفه هي 5 دقايق مكملناش. وكنت مجهزه الفسيخ قبليها قبل ما ابدا. انا كنت اقدر اعمل دول قبل ما اطلع، بس طبعا انتوا عارفين في الشتا ده البطاطس هتبرد ومش هيبقى ليها طعم. هنا انا ما احط ملح يا جماعه الباذنجان وهو ني، فلما اجي اقليه اما يبقى حاجه كويس يعني. بعد ما يطلع على طول وساخن احصر عليه ليمونه كده وما يبقى طعمه حكايه. هي واحده بس اللي جليتها وقعدت كمان فضت كلها، يعتبر ما كلناش منها. ملياش فيه جو يا جماعه، لا انا ولا عيالي بصراحه. انا كانت اخر حبه دول معايا، وبعد كده هحط الفلفل الساخن عادي. انا حبيت اشارك معاكم جزء كده صغير من تجهيز بس عشان يعني يبقى الفيديو معاكم كامل. اللي وصل معايا بس لحد هنا ما ينساش الاشتراك لو مش مشترك، وما ينساش التعليق لو ما علقتوش لحد دلوقتي. وطبعا اللي ما حطش اللايك دلوقتي انا مفكركم حط اللايك وانت ما تسمع. بص انا لما اجلي حبه فلفل كده على كدي انا بس يعني، عشان طبعا العيال ده اديكم شايفين منظره كده كده عارفين ان هو فلفل ساخن يعني مش هينفع ياكلوا منه. ورغم صدقوني برضو يعني ما ياكلوا احيانا بس ياخدوا حتة صغيرة كده يعني بالنفس فاهمين، عشان مش هيستحمل السخونة بتاعته. هنا بصراحة البطاطس دي كانت حلوة قوي. اللي جبناها يوم الأحد من السوق. شايفين لونها طلع دهبي كده وكانت ناشفة طعمها حلو قوي. كنت خايفة منها بصراحة، وكنت جايبة شوية كده للتخزين يعني. بص انا طول ما يعني مثلا رحت السوق النهارده حتى لو ما لازمنيش في الحاجه اللي ينفع تتخزن، ما لازمنيش ان انا اشتري منها يعني، اجيبها واقول لها احتياطها تقعد تخزين وكده يعني هتنفعنا. وخصوصا في الحاجه يا جماعه لما تكونوا عارفين سعرها نازل، يعني لو الحاجه رخيصه وجبتوا منها وركنتوها مش هتضر. ان انا كنت خلصت كده من الصينيه دي اطفى عليها، واخر حاجه الفلفل معايا، وبعد كده هوريكم الغدا اللي جهزناه دلوقتي مع بعض. دي كده كانت اخر حاجه معايا يا حبايبي. كملوا معايا الفيديو للاخر عادي.
بصوا يا جماعه كده شويه زيت على حسب الكميه اللي هتعمليها طبعا. استني يا توتي. ودي الفسيخ اللي انا لسه منضفاه معاكم ومتبلاه، هاخد منه قطعه كده طبعا على حسب ما بس اللي تكفي العيال يعني عشان ما تفتش. انا هسيبها تسخن في الزيت كويس، بحياتها كله زي ما هي. لكن تاني ايه يا ماما. بس عيالي، انا عيالي يا جماعه، عيالي يعني يحبوا ياكلوها كده، ما ياكلوهاش ابدا زي ما هي كده. طبعا هي فيها الزيت وفيها الليمون بس وفيها الشطه، بس طبعا هم ما يحبوا الحاجه مشطشطه قوي وخصوصا الفسيخ، فاحط حته صغيره كده. ايه يا ماما. بصوا يا جماعه انا بحب احمرها لهم كده، برضه هضيف لهم نص ليمونه كده عليها، هو فيها ليمون زي ما قلت لكم بس هضيفها تاني لان هم ما يحبوها كده. دي الطريقه اكتر طريقه عيالهم يحبوا بيها الفسيخ وياكلوا عارفين لو انا عامله لحمه وفراخ ما ياكلوش قد ما ياكلوا في الفسيخ وكده. يعني دي الاكله المفضله عندي وخصوصا مشوي. بصوا كده خلصت معانا، هنحط نجهز الاكل كده واوريهولكم. بصوا كده حبايبي، ده شكل الغدا بتاعنا النهارده، حاجه بسيطه. انا حبيت اشارك معاكم الفيديو كده بس حبيت اوريكم ان انا بشيل الفسيخ ازاي. ده الزيت اللي انا متبله بيه هيدي طعم الفسيخ حلو جو جو، وانا بحب اكلها كده. ده ليانا وده للعيال عشان ما قلت لكم بناكلوها مقليه. طبعا شويه طماطم وشويه خيار، فلفل مقلي، وما ننساش طبعا البصل الاخضر اهم حاجه. ايه يا ماما خد، والبطاطس. اكله خفيفه كده، وده كان غدانا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلبكم، وما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش اللايك، ما تنسوش تعليقاتكم الحلوه، واللي عنده اي ملحوظه انا مستنيه ارائكم. واللي عندهم يعمل فسيخ بالطريقه غير كده يقول لي عليها، نتعلم من بعضنا كلنا. دلوقتي اقدر اقول لكم سلام. سلام يا حبايبي.